تتسبح بماي حار او ماي بارد. اول شيء مساء الخير، اليوم ما شاء الله من الزحمه ما لحقت اسجل فيديو الصباحي، لكن شفنا مرضانا الحلوين وسؤالنا اليوم تتسبح بماي حار او ماي بارد. خلينا نتفق ان اهم شيء انك تتسبح، يعني تتسبح ماي حار ماي بارد ماي بطيخ، المهم تتسبح، لان الانسان اللي ما يتسبح وبس يعتمد على العطر فهو انسان يعني لا بلا تعليق. الحين شو الماي الافضل للسباحه؟ هو الماي المائل للبروده، المايل للبروده. خاصه البنات اكثر شيء يتسبحون بماي حار. الماي الحار الشديد الحروره يسبب اكزيما، يشيل الطبقه الدهنيه من الجلد، يسبب اكزيما كبيره. فيفضل ان الماي يكون ماي للبروده ويعطي طبقه نوعا ما جيده من الجلد، وكذلك يعطي رطوبه ويعطي طاقه، ينشط. والاغنياء واصحاب الناس اللي اصحاب رؤوس الاموال والنشيطين دائما يتسبحون بماي بارد وما يطولون. اذا بتتسبح بماي حار او تسبحين ماي حار لا تطولين، اما اللي يجلس نص ساعه يفكر هذا روح عند طبيب نفسي تحت الشاور، مو بصير تاخذ لك شاور. يومكم جميل.